النقطة التانية المهمة اللي محتاج اتكلم فيها كتير الحقيقة برضو، ونزلوا صور فيديوز كتير قوي، هي البروفات. ويمكن دي حاجة أستاذ ناصر شاهين اتكلم فيها في حلقة نايل سينما، ورباب الشريف حتى سألته ازاي حد متمكن زيك يقبل ان هو بيعمل بروفات، فقال لها هو أحمد عنده حاجة معينة عايز يوصلها، واحنا لازم نسمع كلام المخرج في ده، ان انا اخد رؤيته، فالرؤية دي مش هتوصلني غير في بروفا من البروفات. فنقرا كتير، وطبعا البروفات دي كانت معتمده على الكاستنج اكتر. يعني بعد ما عملنا كاستنج وتاكدنا ان الناس كلها ان في الدور بتاعها، فبدانا نعمل بقى بروفات. لقيت احمد بيكلمني، ايه الحكايه، ايه الروايه وبتاع ومش عارف ايه، وبعدين قال لي ايه، بس معلش يا استاذ نصر احنا ايه، انا بحب اعمل بروفات وبتاع وهعمل اكتر من بروفا وكده. قلت اه ده بقى هيتعبنا انا كنت هقول لك انت وافقت ازاي بقى على ما بروفات ما ونروح ونيجي، وانا عارفه انك عند حضرتك مشغوليات دايما وجدول. رغم ان انا احب ان المخرج يعمل بروفات. اه. انا كنت مع ان يعني اللي بيشتغلوا بقى بطلوا يعملوا ما بروفات عادش كتير، ما هم ما بقتش السرعه، موجوده. وبالذات موسم رمضان يعني. بالظبط ما بقتش لا موسم رمضان بيبتدي باربع حلقات ويبداوا ونجري التصوير، بقى. وبعدين نجري ونكتب وده يروح وده يجي وكده. انما لقيت احمد زي المخرجين العظام اه، اللي انا عايز يعمل اتربيت بروفات. معاهم، استاذ اسماعيل عبد الحافظ واستاذ جمال عبد الحميد، استاذ ابراهيم الشقنقيري، يعني ناس كبار. كنا بنيجي اللي هنا المبنى التلفزيون ونعمل بروفات في وجود المؤلف ووجود الكاستنج كله. فده شيء عظيم، تخش التصوير وانت مرتاحه جدا جدا.